تعالوا اقول لكم ازاي تظبطوا طريقه المكرونه الفوتوتشيني او الالفريدو بالجمبري في البيت عشان تطلع معاكم زي اللي بتاكلوها في المطاعم والفنادق بالظبط. ومش عايزه اكون ببالغ بس بجد هي بتطلع كمان احلى بكتير، فاعملوا سيف الفيديو ويلا نعملها مع بعض. هنجيب الجمبري المتقشر والمتنضف وشايلين منه كيس الرمل من الظهر، هنتبله بملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من البابريكا. اي نوع بهارات ايطاليه عندكم، او لو عندكم بهارات الكيجن هتبقى حلوه قوي، لو مش موجوده ممكن نستغنى عنها. شويه من البقدونس المجفف، عصير نص ليمونه بس مش اكتر، ونقلب الكلام ده كله مع بعض ونسيبه على جنب لحد ما نجهز المكرونه. نغلي ميه ونحط فيها شويه ملح وننزل بالمكرونه الفيتوتشيني زي ما هي من غير ما نكسرها. شويه كده هتلاقوها بدات تنزل كده وتتسلق، وتبداوا تنزلوها جوه الحله. نغطيها ونسيب الحله مفتوحه شويه، سيبوها لحد ما تتسلق بنسبه 80%، وبلاش ترموا الميه بتاعتها. طاسه نحط فيها قطعه زبده حلوه كده وشويه من الزيت، ونبدا ننزل بالجمبري اللي احنا تبلناه يا دوبك بس دقيقتين على كل ناحيه، او حتى دقيقه على كل ناحيه لحد ما ياخد لون، ونشيله على طول لان الجمبري طعمه بيضيع لو خد سوا زياده. في نفس الطاسه ممكن نحط شويه زبده تاني كده، او حتى زي ما هي ننزل بفصين من الثوم المفروم، ومعاهم نص بصلايه بس مبشوره او متقطعه قطع صغيره قوي. نشوح البصل مع الثوم، واول ما ريحه الثوم تطلع بعدها نضيف معلقه كبيره مليانه من الدقيق، نبدا نشوحه لحد ما يوصل بالشكل ده. وعلى فكره خطوه الدقيق دي ممكن تستغنوا عنها او تاجلوها لو بتحبوا الصوص يكون خفيف شويه، وانتوا هتحطوا كده كميه حلوه من كريمه الطبخ. ضفت على الدقيق حوالي كوبايه من ميه سلق المكرونه اللي انا قلت لكم ما ترموهاش في الاول، وبدات اقلبها بسرعه بالمضرب اليدوي، وبعدها عليها نص كوبايه من كريمه الطبخ ونص كوبايه من اللبن اللي هو الحليب، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس قوي لحد ما يمتزج ويبقى كريمي خالص. لو حسيتوا ان في تكتلات بسيطه كده في الدقيق ممكن تستغنوا عن المضرب اليدوي، تستخدموا الهاند بلندر، بس انتوا لو استمريتوا في التقليب كده شويه الصوص هيبقى كريمي لوحده. اديت رشه بسيطه كده من الملح والفلفل الاسمر لان الجمبري اصلا متبل كويس، وبعدين بدات اضيف المكرونه اللي كنت غسلاها كويس قوي بعد ما سلقتها. حاولوا ما تملوش الطاسه كميه كبيره من المكرونه عشان الصوص يبان فيها كويس. ضيفوا عليها بقى الجبنه، في المطاعم بيستخدموا الجبنه البارميجان، لو مش موجوده ممكن تستخدموا جبنه شيدر عادي جدا. هنوطي على المكرونه ونسيبها كده لمده 3 دقائق تغلي مع الصوص وتتشرب منه كويس. في الاخر خالص نبدا نضيف الجمبري ومعاه شويه من البقدونس الفريش المفروم. هنقلب الكلام ده كله مع بعض ويا دوبك بس دقيقتين، ونطفي عليه ما نطولش عن كده عشان الجمبري ما يتهريش او ما يبقاش احسن حاجه. حته بقى زياده كده من عندي، بحب احط شويه من الشبت المفروم، بيفرق قوي في الطعم، بس لو مش حابين ممكن تكتفوا بس بالبقدونس. كده خلاص احنا خلصنا، بس ادوها في الاخر كده رشه تانية من الجبنه على الوش. مش قادره اقول لكم الحلاوه، لازم بجد تجربوها، وبالهنا والشفا.